بص، لو درجاتك حلوه وكله فل بس بتركز على الدرجه او اتنين اللي انت نقصتهم، عملت مجهود كبير قوي في المذاكره، بس بعدين قلت لنفسك ده مجرد حظ، ده نجاحي، ده حاجه كده جات لي عادي، مش بتقدر نفسك يعني. جبت في ماده من ضمن المواد كلها جيد جدا بدل ما تجيب امتياز وقلت لنفسك انا فاشل في العموم. لو الحاجات دي حصلت معاك او واحد منهم او اتنين بس، كمل الفيديو. ازيكم؟ انا احمد عبيه، وكالعاده هكلمكم عن التعليم والكوتشنج. والنهارده بقى بالتحديد هكلمك ازاي عقلك بيخدعك، ازاي بيحط لك افكار مغلوطه ومش صح وبيفهمك ان هي صح وانت بتتخدع بيها وبتكمل على اساسها. النهارده هتكلم عن التشوهات المعرفيه وازاي التشوهات دي بتاثر على كاريرك وبتاثر على دراستك في الجامعه، وكمان بتاثر على اتخاذك لبعض القرارات المؤثره في حياتك. وده حصيل جزء كبير من كورس سايكولوجي درسته مخصوص عشان الحته دي، علشان خاطر اقدر اديك المعرفه وعلشان خاطر اقدر اديك ازاي ده بيحصل وازاي نتجنبه. والفيديوهات دي هتكون مقسومه على فيديوهين، فيديو النهارده وهشرح فيه 3، والفيديو الجاي هشرح فيه 3، عشان خاطر ادي لكل موضوع حقه ونعرف نفصصه ونفهمه كويس. لو انت مدرس او طالب او حد مهتم بالسايكولوجي، كمل الفيديو للاخر. وفي الاول خلينا نتكلم ايه هي التشوهات المعرفيه دي اصلا. التشوهات المعرفيه دي هي انماط غير دقيقه في التفكير ومتحيزه ولكن بشكل سلبي. وفي التعليم التشوهات دي هتاثر عليك بشكل سلبي جدا، وهتاثر على حكمك على قدرتك في مواجهه بعض الامور ومواجهه بعض المواقف، وهتعجزك عن ادراكك لنفسك بشكل صح. يعني من الاخر هتحس ان انت مش شاطر في الماده دي، هتحس ان انت عندك صعوبه فيها. الماده دي انا جبت فيها مثلا درجه مش حلوه في اول اختبار، خلاص الماده دي انا قفلت منها، زي ما احنا اتكلمنا على امثله قبل كده. ودلوقتي خلينا نعرف ايه الانماط اللي عقلك بيها بيضحك عليك، التشوهات المعرفيه يعني. واول واحد فيهم عنوانه يا ابيض يا اسود، all or nothing زي ما بيقولوا عليه. والنوع ده من التفكير بيخليك تشوف الامور يا ابيض يا اسود، يا سلبي يا ايجابي. يعني ما بتشوفش خالص اللون الرمادي، يعني انت ما عندكش حاجه وسط، انت عندك يا اما هسقط يا اما هطلع الاول، وده all or nothing. والنوع ده بيملي عليك ان هي يا كده يا كده. وفي التعليم هتلاقي الطالب جايب درجه كويسه جدا، ممكن يكون اقل على الامتياز بحاجه بسيطه، او هو في الامتياز اصلا ولكن ما جابش الدرجه النهائيه اللي هو كان عايزها، فكده هيتهم نفسه بالفشل وهيتهم نفسه ان هو عار على الوسط الاكاديمي ويقول انا مش نافع في المجال ده، انا الجامعه دي مش سكتي حرفيا. تاني واحد وهو التفكير الكارثي، كاتاستروفايزنج. انت في النوع ده بتبص لاسوأ حاجه ممكن تحصل وبيخليك تتوقع اسوأ حاجه ممكن تحصل، مع ان المؤشرات اللي حواليك مش بتقول كده. انت بس جالك هنت صغير وانت كبرته قوي وبصيت للناحيه السلبيه بتاعته قوي. يعني تخيل معايا كده سيناريو، طالب دخل كورس والكورس ده فيه 5 كويزز. الكويزز دي او الاختبارات دي هو في اول واحد فيهم جاب درجه مش حلوه، او الدرجه دي كانت يعني مش مرضيه بالنسبه له، كده ممكن يقول فيها انا خلاص مش هكمل الكورس ده، والكورس ده ما يلزمنيش، والمجال ده كله انا مش عايزه. فده بيخلق عندك حاله من التوتر والقلق اللي بتاثر على شغلك وبتاثر على مذاكرتك وبتخليك انت اصلا مش بكفاءتك. فالنوع ده انت شفت بيه الامور بشكل خاطئ، فهولت الامر على نفسك، هولته قوي على نفسك وما بقتش عارف تتحرك. والنوع الثالث اسمه التصفيه، فلترنج. النوع ده انت بقى بتصفي، بس مش بتصفي السلبي وبتسيب الايجابي، لا ده انت بتصفي الايجابي وبتسيب السلبي، تقعد باصص له كده ومذهول ايه بقى اللي بيحصل ده. وده بيخلق عندك حاله من التوتر وحاله من ان انت مش مقدر نفسك، مش مقدر المذاكره اللي انت ذاكرتها، وفعلا بيأثر عليك بشكل سلبي في دراستك. وفي الجزء ده من الفيديو هقول لك نصيحه عبيه، نصيحه عبيه بس محتاجاك تركز فيها شويه، ولو انت ما سمعتش حتى الفيديو اللي فات وبتسمع النصيحه بس محتاجك بس تركز معايا شويه. النصيحه وهي تفكر في التفكير. يعني ايه افكر في التفكير؟ زي ما كل واحد فينا في شغله معاه تول، التول دي بتساعده، وليكن مثلا المهندس وليكن معاه متر او معاه سوفت وير بيساعده ان هو يصمم زي الريفت مثلا للمهندسين، النجار بيكون معاه شاكوش، الطبيب بيكون معاه سماعه. برضو في تولز، دي تولز ماديه هم بيستخدموها عشان خاطر يحلوا بيها المشاكل او يكتشفوا بيها حاجه. برضو زي ما في تولز ماديه برضو في تولز نفسيه. واحده من ضمن التولز دي انك تفكر في التفكير بتاعك. يعني مثلا انت قاعد دلوقتي فجاه جات لك فكره في دماغك انك هتشيل الماده اللي جايه. طيب الفكره دي جات ليه؟ طب هل في دليل بيقول انك هتشيل الماده اللي جايه، ولا احنا بنقول كده وخلاص لنفسنا؟ ايه اللي بيخليك تقول انك هتشيل الماده اللي جايه؟ طب هل في ايفيدنس؟ هل في دليل؟ هل في حاجه بتدل على كده، ولا هو انت هتشيل الماده اللي جايه وخلاص؟ فاحنا محتاجين نركز في الحته دي، محتاجين نبص على طريقه تفكيرنا، وهل طريقه تفكيرنا دي صح ولا غلط. احنا في الفيديو ده اتكلمنا على 3 اخطاء معرفيه او 3 تشوهات معرفيه بتحصل عندنا. محتاج من دلوقتي تشوف ال3 دولت اللي هم الفلترنج، التصفيه، كاتاستروفايزنج اللي هو التفكير الكارثي، وعندك all or nothing يا ابيض يا اسود. ال3 دولت انت المفروض تاخدهم دلوقتي وتكتبهم معاك، ويكون معاك ايه؟ نوت.
النوت دي بتكتب فيها كل حاجه تخطر على بالك، هل هي سلبيه او ايجابيه، واصل الفكره نفسه ايه. زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع السيلف ريفليكشن، هتلاقي يطلع لك من الاي اللي فوق هنا، وقلنا ازاي السلوك بيحصل، وقلنا ازاي العمليه دي بتتم عشان خاطر نقدر نعملها تراكنج، ونقدر نحدد ايه الموقف السلبي بالظبط اللي حصل. محتاج تفكر في الفكره اللي بتيجي في دماغك، اللي انت بتستقبلها في دماغك، عشان خاطر ما تسعاش في مخك فسادا، وما تسعاش في افكارك فسادا وتبوظها. وفي الجزء ده ملخص الفيديو. اول حاجه انك تعرفها عشان خاطر تنقذ نفسك من التشوهات المعرفيه دي، هو انك تعرفهم. الاخطاء دي احنا قلنا جزء منها في الفيديو ده، وهنقول جزء منها في الفيديو الجاي. ومهمتك انك تتعرف على الاخطاء دي، وتتعرف ازاي بتحصل في دماغك، وتعيد الفيديو مره واثنين وثلاثه لو احتجت انك تعيده عشان خاطر تتقنها كويس، وتعرف هل هي لما بتيجي في دماغك بتبقى صح ولا غلط. وفي الفيديو الجاي هنتكلم على باقي التشوهات المعرفيه، وازاي نعرفها، وشويه استراتيجيز ازاي نتعامل معاها ونتخلص منها. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. شير ليه؟ عشان خاطر نقدر ننقذ اكبر عدد من الناس، ونخليهم يعرفوا التشوهات المعرفيه اللي بتحصل جواهم، علشان خاطر ياخدوا قرارات كويسه في الجامعه وفي الشغل. باي باي.